بها الخرافية. من الأعمال برضو التي أدت إلى هذه الثورة على مدى العمر الطويل ده التدخل في شؤون الدول المجاورة. أنا راجل حاكم دولة، إيه اللي يجعلني أتدخل في شؤون الجوار؟ ولما أتدخل بالسوء، لا أتدخل بالخير ولا بالإصلاح. تمام. يعني لم أتدخل لأمد الدولة مثلا بعلماء، بمدرسين، بمدربين في الجيش، بكذا بتدخلات مشروعة. لا، ده أنا بتدخل بتدخلات غير مشروعة. كويس كده. هذه التدخلات يا أستاذ محمد أثرت في الشعب الإيراني اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. يعني دلوقتي خلي أي واحد إيراني ينزل سوريا النهارده، هيعرف؟ لا طبعا ما يقدرش. ما يقدرش. كويس كده. خليه يروح اليمن. طبعا ما يقدرش. طب خليه يروح السعوديه، خليه ينزل مصر، خليه يروح اي دوله عربيه. احنا ما عندناش سفاره من 79. انا بقول لحضرتك يعني دول الخليج التي تعاني من هؤلاء كلها كان فيها سفارات، الى ان قطعت السعوديه علاقتها بايران منذ عامين. اذا بعد نمر النمر. ده اثر سياسي. الاثر الاجتماعي ان الشعب الايراني اصبح حبيس الدوله. لا يستطيع الخروج الى خارج الدوله. ما عندوش علاقات يعني لدولته تسمح له بان يتجول في العالم الاسلامي على اللي بيسموه اسلامي. اقرب الدول الاقليميه اللي ما يقدرش يعدي من حد لحد، ما يقدرش. طيب هاخد فاصل ونعود اللقاء بضيفنا الكريم.